نظرا للظروف اللي بتمر بيها بورسعيد من يوم 26 يناير لغايه دلوقتي، وقتل الشهداء وقتل اكتر من 42 مصاب، 42 شهيد، واكتر من 1000 مصاب بيتعالجوا لغايه النهارده، وعدم انصياع الدوله لمطالب اهل الشهداء ومطالب اهالي بورسعيد وسد اذنيها علينا. هي الحكومه اساسا مش معترفه ببورسعيد يا استاذه. بورسعيد مش موجوده على الخريطه اصلا. الحكومه من اول ما تولت لغايه النهارده كأن بورسعيد دي مش موجوده بالنسبه لها على الخريطه. الدم اللي سال في بورسعيد ملوش اي وجود، الارواح اللي زهقت ملهاش اي وجود، المطالب بتاعه المواطنين ملهاش اي وجود بالنسبه لهم، وكأن اذانهم دي ما بتسمعش، كأن اعينهم ما شافتش كل اللي حصل في بورسعيد، ما شافتش المصالح المتوقفه، ما شافتش الناس الالاف من الناس الموجوده في الشوارع. وعشان كده يا تامر، وعشان كده الرئيس فقد شرعيته. أيوة. عشان الاسباب دي الرئيس فقد شرعيته. ايده ملوثه بالدماء. لا، اولا الرئيس ايده ملوثه بدماء البورسعيديه، حكومته فاشله، وزير داخليته فاشل، كل الطقم ده كله فشل. في خلال 6 شهور استطاعت حكومه محمد مرسي والرئيس محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ان هم عليه الرئيس برضه لغايه دلوقتي بعد كل ده وبعد الدم ده وايده الملوثه دي جاي تقول عليه رئيس؟ لا، هو بصراحه بالنسبه للشارع البورسعيدي هو فاقد الشرعيه وما اصبحش هو الرئيس بالنسبه للجمهوريه. واحنا بالنسبه لنا لغايه دلوقتي مش رئيس. النهارده المواطنين في بورسعيد كل مطالبهم النهارده بتدور حاجات بسيطه جدا، ونظرا للتجاهل اللي تم دول بدأ كل واحد في بورسعيد يحس ان هو ما عادش جزء من اقليم مصر. اصل هو فاكر بقى اقليم، بقى كأن بورسعيد اصبحت اقليم منفصل انفصال كامل عن جمهوريه مصر العربيه. هو متخيل انه لما يعرض فلوس على بورسعيد ولا المنطقه الحره بورسعيد ان البورسعيديه تحديدا كرامتهم اهم من فلوس واهم من منطقه حره واهم من اي حاجه في الدنيا. البورسعيديه دول نسيج، يعني مع احترامي للشعب المصري كلها، لكن البورسعيديه ليهم نسيج اخر، كرامتهم اهم من اي شيء في الدنيا. والظلم برضه يا استاذه، الشارع البورسعيدي والشعب البورسعيدي ما يقبلش بالظلم. احنا لما حسينا ان في ظلم على 21 واحد اتحكم عليهم بالاعدام في موقعة الاستاد، حسينا ان الولاد دول مظلومين. احنا قدمنا قدامهم 42 شهيد واكثر من 1000 مصاب. هو خايف، فاصبح النهارده الظلم، احنا ما بنقبلش بالظلم وما بنخافش، ما بنخافش غير من اللي خلقنا بس. لا بنخاف من رصاص بنادق، لا بنخاف من شرطه، لا بنخاف من رئيس جمهوريه، احنا بنخاف من اللي خلقنا. بس رئيس الجمهوريه المسمى يعني رئيس الجمهوريه ما يهموش الا اللون الاحمر. الميليشيات ودي الالتراس الاحمر ده ميليشياته. أيوة. ميليشيات خيرت الشاطر النهارده سكتهم. الالاف اللي نزلت في بورسعيد دي كلها النهارده في خلال الاسبوع اللي فات، توقف المصالح الحكوميه بالنسبه لبورسعيد في كل الفتره اللي فاتت، وبعض من المصالح الخاصه بالنسبه لبعض الاهالي. كل شعب بورسعيد النهارده واقف ضد العمل، كل الشعب النهارده بيشارك في العصيان، كل الشعب النهارده بيشارك في وقفات وتظاهرات. النهارده كان في مجموعه من الشباب اللي كنت قاعد حضرتك معاهم شفتيهم النهارده كان كلامهم بيدور حوالين ايه؟ ان بورسعيد ما عادش النهارده اقليم من اقليم مصر. كله بدأ يحس النهارده ان بورسعيد جزء منفصل انفصال كامل عن مصر. وعشان كده النهارده الشباب ده كان بيفكر في حاجه واحده، اعلان دوله بورسعيد المستقله. وخرجوا في النهايه الشباب ببيان، والاستاذه هتبدا في تلاوته. البيان رقم 1: نظرا لتجاهل المسؤولين بالدوله لمطالب شعب بورسعيد وتجاهلهم للظلم الواقع على ابناء المدينه الباسله وقتل الابرياء من ابنائنا واستباحه الدماء الطاهره، ونظرا لسقوط شرعيه رئيس الجمهوريه وحكومته وجماعته لدى جموع اهالي بورسعيد، اجتمع بعض النشطاء السياسيين ببورسعيد وتم الاتفاق على الاتي: اجراء انتخابات لرئاسه جمهوريه بورسعيد الحره، وسوف يعلن عن موعد فتح باب الترشيح والاجراءات اللازمه خلال الساعات القادمه. عاشت بورسعيد حره مستقله. عاشت بورسعيد حره مستقله.